حكايات موزي. الله، ايه اللوحة الحلوة دي يا زي؟ دي لوحة هسميها شجر ليمون. دي جميلة قوي. طب ممكن اخدها منك بعد ما تخلصي رسمها؟ بس بشرط. قوليلي طيب عايزة ايه؟ هسألك أسئلة عن حرف اللام، لو جاوبتها كلها صح هديها لك. اتفقنا، يا رب اجاوبهم صح. ممكن تقولي حرف اللام بيتكتب ازاي؟ حرف اللام بيتكتب كده، وبيجي في اول الكلمة كده، وبيجي في نص الكلمة كده، اما في اخر الكلمة بيتكتب كده. وادي اول سؤال عديت منه، شاطر يا مو. كلمة واحدة بس؟ لا، ده انا هقولك 3 كلمات. حرف اللام بيجي في اول الكلمة زي لسان، لسان، لعبة، لعبة، ليمون، ليمون. لغاية دلوقتي انت بتجاوب صح، شكلك هتاخدها ولا ايه؟ طيب قولي كلمة يجي فيها حرف اللام في النص. بس كده؟ حرف اللام بيجي في نص الكلمة زي قلم، قلم، نحلة، نحلة، مظلة، مظلة. طب استني بقى لما اسألك انا، تقدري تقوليلي كلمة تنتهي بحرف اللام؟ طبعا اقدر اقولك كلمة تنتهي بحرف اللام. فلفل، فلفل، جمل، جمل، هلال، هلال. وبعدين ممكن تسيبك مني خالص وتقولي حركات حرف اللام عشان تاخد اللوحة؟ حرف اللام ليه 3 حركات: لا، لي، لو. لا، لي، لو. أول حركة معانا وهي اللا، زي ليمون، ليمون، لحم، لحم، دولاب، دولاب. وتاني حركة معانا وهي لي، زي لسان، لسان، جليد، جليد، حليب، حليب. أما آخر حركة معانا وهي لو، زي لعبة، لعبة، لؤلؤ، لؤلؤ، لوز، لوز. ها يا ستي، ايه رأيك؟ نجحت؟ والله يا مو برافو عليك، تستاهل تاخد اللوحة بتاعتي، بس لما اخلصها بقى. وانا هستناها يا ستي، واوعي تنسي تكتبي تحتها اسمك والتاريخ اللي انت رسمتيها فيها. مش بس كده، ده انا هكتب عليها اسمها شجرة ليمون. تمام، انا عندي مشوار هخلصه وارجع. يا رب تكوني خلصتيها. تمام يا مو، باي باي. وكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، نشوفكم في حلقة جديدة مع مو وزي.